هو شخصية طالعة من عالم الكرتون الكندي اللي جنى الملايين وحقق الشهرة في فترة قصيرة، وأفلامه صارت تطلع أرباح خيالية بالبوكس أوفيس، وصار من نجوم التسعينات. لا بل صار أكبر نجم بالتسعينات، وعليه ممثل أجر بالعالم بأجر يعبر ال20 مليون دولار أمريكي. بس مع الأسف النجاح ما يدوم، ونهاية مسيرته كانت كارثية وما قام يقدر يحصل على أدوار. اليوم بالفيديو راح نحكي شنو اللي صار على جيم كاري. جيم كان من عائلة فقيرة كلش لدرجة كانوا عايشين بكرفان، بس هالشي ما منع انه يطلع من موهبته وحاول يطلعها للعالم. كان يقدم عروض ستاند اب كوميدي وحقق منها شهرة بسيطة، وهذا الشي خلاه يحصل على اول دور له. كان مسلسل تلفزيوني اسمه ذا دك فاكت، بس جيم كان مقيد وما اخذ حريته يطلع موهبته بشكل كامل، والعرض فشل ولغى. وجيم وراها دخل بحالة اكتئاب وصار مفلس، وفكر ان يعتزل مجال التمثيل. بس وراها فترة جاله دور فيلم كوميدي اللي هو وانس بيتن، فيلم كوميدي يعتبر بسيط وجيد، ووراها قدر يحصل على ادوار بسيطة بافلام المخرج فرانسيس فورد كابولا وايضا المخرج كلينت ايستوود. وراها جيم شارك بمسلسل ان 11 كلر، المسلسل المشهور اللي اشتهر به جيم كاري. المسلسل اللي حقق نجاح باهر بداية التسعينات واستمر مدة موسمين من 1990 1992، وهالمسلسل طلع موهبتين بعدها حققوا شهرة وجوائز عالمية اللي هم جيمي فوكس وجيم كاري. واحد حقق الاوسكار والثاني صار من اكبر نجوم الكوميديا بالعالم. ورا ما انتهى المسلسل جت سنة 1993 السنة اللي برز بها جيم كاري وصار من اكبر نجوم بالعالم. بداية سنة 93 فيلم ايس فنتورا، الفيلم اللي كرهوه النقاد وانتقدوه بشكل كبير، بس الفيلم كان نجاح قوي لجيم وحقق ارباح فوق ال100 مليون دولار امريكي. الفيلم اللي وراه اللي مثله جيم كاري بنفس السنة اللي هو ذا ماسك، الفيلم المشهور اللي حقق ارباح 351 مليون دولار. الفيلم اللي وراه اللي نزل بنفس السنة اللي هو ذا ماسك حقق ارباح 351 مليون دولار امريكي، اللي هو فيلم دام اند دمر من ميزانية 17 مليون حقق 247 مليون دولار امريكي. ثلاث افلام بنفس السنة من ميزانيات تعتبر بسيطة حققن ارباح خيالية وبسنة واحدة. وهذا الشيء جذب الانتباه لجيم كاري، مو بس الناس، جذب ايضا الاستديوهات اللي تسوي افلام، وصار جيم كاري مطلوب بشكل كبير كلش. ناجم صار نجم وصار مطلوب من كل الاستديوهات، لدرجة الدور التالي انعرض عليه اللي هو دور ذا ريدلر في فيلم باتمان فور ايفر، لدرجة ان الاستديو اغروه لجيم كاري، عرضوا الدور اول شيء على روبن ويليامز وبعدين عرضوا على جيم كاري. وقبل الدور جيم كاري والفيلم حقق ارباح فوق ال 350 مليون دولار امريكي. ايوه بنفس السنة نزل الجزء الثاني لفيلم ايس فنتورا وهم حقق ارباح خيالية. وتجي سنة 1996 جيم كاري يخلي من استديوهات سوني تدفع له 20 مليون دولار حتى يؤدي دور بطولة فيلم كوميدي اللي هو كيبل جاي. وجيم كاري صار بنفس السنة اعلى ممثل اجر بالعالم، كسر حاجز ال20 مليون وصار اول ممثل بالعالم ياخذ 20 مليون على دور بطولة فيلم. وجيم كاري استمر بتحقيق الارقام القياسية وصار اكبر نجم بالتسعينات. والفيلم ما عجب الجماهير لانه جيم كاري قدم نوع كوميدي مختلف، قالوا عن الفيلم وانتقدوا انه الفيلم سوداوي شوية مو اللي تعودوا عليه يقدمه جيم كاري. جيم وراها بسنة 1997 قدم لنا فيلم لاير لاير، الفيلم الكوميدي الناجح كلش ومن نفس المخرج اللي سوى فيلم ايس فنتورا اللي هو توم شايدياك. جيم كان بقيمته بهذا الفيلم، قدم اداء كوميدي خيالي جيم بهذا الفيلم، وقدم لنا الكوميديا الجسمانية المعروف بها جيم كاري والبهلوانية المستلهمة من تشارلي تشابلن. جيم كان ناجح، كان مستمر بتقديم افلام ناجح على التوالي، وهذا الشيء يثبت بالبوكس اوفيس ارباح قوية كلش والاستديوهات تريده. بس جيم وراها صدم الناس، توقف عن تقديم افلام كوميدية لمدة سنتين استمرت من 1998 حتى 2000. قال انا ممثل درامي وراد يجرب حظه من يكون ممثل درامي جاد، بس هل الجمهور راح ياخذه بجدية ويتقبله؟ ذا ترومان شو، اول تجربة لجيم العالم الدراما. جيم كان قدام التحدي انه شلون يخلي الناس تاخذه بجدية، بس جيم كان ذكي ولقى الطريقة والوصفة وقدر يقدم اداء مزيج بين الكوميديا والدراما. جيم بطل يقدم الحركات البهلوانية والهزلية اللي كان يسويها بجسمه بالادوار الكوميدية اللي كان يقدمها.
وقدر يقنع الناس وقدم أداء مؤثر قوي وأثر بمشاعر الناس. مو بس الناس تأثرت، حتى النقاد. والناقد الشهير بوقتها جورج إيبرت اللي كان أكبر ناقد الجيم وما يعجب الكوميديا اللي قدمها جيم كاري، مدح أداء جيم بفيلم ذا ترومان شو، وقال جيم فعلا ممثل فعلا قدر يحصل على احترامي ويستاهل يفوز بجائزة هالسنة. جيم فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل فيلم درامي رئيسي. بس وبشكل غريب الأوسكار تجاهلت أداء جيم اللي قدم فيلم ذا ترومان شو، على الرغم نفس المرشحين اللي ترشحوا وياه بالجولدن جلوب ترشحوا للأوسكار، بس جيم ما رشحوا مكانه روبرتو بانيني وانطوه الجائزة. جيم ما يأس، حاول وراها بسنة أيضا بأداء درامي فيلم مان اون ذا مون، وقدم أداء درامي في فيلم سيرة ذاتية. هاي نوعية الأفلام اللي الأكاديمي والأوسكار يحبوها، وغالبا من يقدم أداء جيد بيها يترشح ويحصل على الجائزة. جيم قدم أداء جيد بيها وفاز بالسنة الثانية على التوالي بالجولدن جلوب لأفضل ممثل، بس مرة الأوسكار يتجاهلون جيم. جيم بسنة 2000 يرجع للكوميديا وقدم لنا فيلمين بنفس السنة. الفيلم الأول هو مي أند ماي سيلف أند ايرين، اللي جيم يلعب كاركتر بانفصام بالشخصية ويصير له مواقف ومشاكل، ونشوف جيم بأسلوبه المميز وطريقته بتقديم الكوميديا خصوصا استخدام الفيزيكال كوميدي شلون يتعامل ويا المواقف، ويقدم أداء أنا أشوفه بالنسبة لي الأفضل إله بكل مسيرته من ناحية الكوميديا. والفيلم الثاني بنفس السنة هو ذا جرينش ستول ذا كريسماس، فيلم كوميدي بسيط وخفيف يحكي عن روح الكريسماس، والفيلم كان من إخراج رون هاورد، حقق هم إيرادات زينة بالبوكس أوفيس. وبسنة 2001 يقدم فيلم ذا ماجستيك. جيم يرجع للدراما ويقدم أداء جيد، والفيلم بشكل عام كان جيد، بس مشكلته القصة ما تشد ومو مهمة كلش والنهاية تعبانة، والفيلم فشل نقديا وتجاريا. جيم وراه ياخذ سنة أوف من الأفلام، يرجع بسنة 2003 فيلم بروس أولمايتي، وهي الوصفة الناجحة المعتادة من تعاون ويا المخرج توم شادياك اللي سبق قدموا فيلمين ناجحين بإيرادات ممتازة من ناحية البوكس أوفيس، وهذا الفيلم نجح بقوة وصار أعلى فيلم يجيب إيرادات جيم كاري بالبوكس أوفيس، حطم أرقام قياسية حلوة. وتيجي سنة 2004 وجيم يقدم أفضل أداء له بتاريخه بفيلم Eternal Sunshine of Spotless Mind. جيم بهذا الفيلم اختفى حرفيا وقدم إنه من أفضل الأداءات بالسنة، والغريب كان الأوسكار ما رشحوه للمرة الثالثة، على الرغم من الفيلم فاز بجوائز أوسكار هواية وترشح، إلا جيم كاري ما عندين إياه الأوسكار. أيوه بنفس السنة مثل فيلم ليمون سنيكت A Series of Unfortunate Events، فيلم يحكي عن قصة خيالية وجيم يلعب بهذا الفيلم دور الشرير، قدم أداء جيد جدا وبدع بالدور واختفى حرفيا داخل الدور. كان استخدام المكياج بالفيلم كلش قوي لدرجة فاز أفضل مكياج مستخدم بالأفلام سنة 2004. جيم يستمر بنجاحه وبغزارة الأفلام اللي قدمها سنويا وينوع ما بين الدراما والكوميدي. الأمور كانت ماشية زين ويا جيم، بس بعدها صار انخفاض واضح بمستوى الأفلام اللي قدمها جيم، وحتى أفلام ما قامت تجيب أرباح قوية بالبوكس أوفيس. واستمر جيم بتقديم الأفلام السنوية مثل أفلام يسمان وهورتن هيرز هو بال2008 اللي ما حققوا أرباح زينة بالبوكس أوفيس مو مثل أفلام جيم القديمة، وهذا الشيء كان بداية النهاية الجيم وبداية أسوأ فترة الجيم والأخيرة إله، بداية كوارث ونهاية حقبة. هنا بدأ الوضع يصير أسوأ الجيم، تمر سنة 2010 بدون ما يمثل أي فيلم، وب2011 يجينا فيلم مستر بابرز بنجوين، الفيلم الكوميدي التعبان كلش، وجيم كان ما له خلق يمثل حتى بالفيلم وتحسه قبل بالدور على مود الفلوس، والفيلم ما حقق أرباح زينة. وتمر سنة 2012 بدون ولا فيلم. تيجي سنة 2013 جيم يشارك في فيلم كيك آس 2. جيم قرأ الكوميكس وكان من أشد المعجبين بالكوميكس والجزء الأول من الفيلم، بس ورا ما نزل الفيلم وبالحملة التسويقية والإعلانية للفيلم جيم رفض يروح ويسوق للفيلم وقال الفيلم دموي وعنيف كلش، وهذا تصرف غريب، يعني انت ما قريت النص قبل لا تقبل بالدور، والفيلم فشل وما حقق ارباح زينه بالبوكس اوفيس. وتجي سنه 2014 وجيم ينزل الجزء الثاني من فيلم دام اند دمر 2 وحقق ارباح عاديه مقارنه بالجزء الاول، يمكن كانت ناقصه مصايب الجيم. سنه 2014 حبيبته اللي كان مرتبط بها بعلاقه حب لمده سنوات ارتكب جريمه انتحار، واهل البنيه يرفعون دعوى قضائيه على جيم يتهمونه هو اللي خلاه تدمن على المخدرات ونقل الى امراض جنسيه، واستمرت القضيه 3 سنوات، وهنا جيم اختفى تماما من هوليوود ورجع بسنة 2017 بعد ما فاز بالقضية بفيلم وثائقي يحكي على خلف الكواليس اللي صار فيلم مان اون ذا مون اللي نزل بسنة 1999. وجيم وراها يشارك بأفلام مستقلة وبأدوار بسيطة لأن هوليوود تتغاضى قاطع تماما ويا أي ممثل يدخل دعوة قضائية. جيم اللي كان أكثر ممثل يمثل أفلام وأعلى ممثل أجر بالعالم ما تجي أدوار من استديوهات هوليوود كبيرة. جيم وراها دخل عالم المسلسلات مسلسل كيدن، وجيم ترشح جولدن جلوب على أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي، ووراه شارك بأفلام سونيك جزئين الأول والثاني. وبسنة 2022
جيم يعلن اعتزال التمثيل لكانت الأدوار اللي تجيه فقدان الشغف بالتمثيل. هنا نهاية أحد أعظم ممثلين الكوميديا بالتاريخ، وبنهاية مو زينة وفترة كارثية استمرت لمدة 12 سنة من 2010 إلى 2022. الكوميديا بهوليوود انتهت برحيل روبن ويليامز واعتزال جيم كاري.